بسم الله أساطير أساطير. النهاردة طريقة الدخول على سيرفر المطورين والمفاجأة الكبرى من شركة جارينا. كل اللي هيدخل على سيرفر المطورين هياخد هدايا نادرة على حسابه الرئيسي يا جدعان، وكمان إضافات خيالية زي شخصية جديدة وجمل في لعبة فري فاير يا جدعان. الطريقة سهلة جدا، هتروح على أي متصفح وتكتب في البحث فري فاير أدفانس، وأول خيار يجيلك هتضغط عليه وتظهر لك بالواجهة اللي انت شايفها قدامك دي، وبعدها تختار التسجيل بجوجل او فيسبوك. وانا اختار بجوجل وهخش باي جيميل يكون سجلت بيه على اللعبة وليس الجيميل بتاع حسابك الرئيسي، وهتلاقيه يسجل معاك كده وجات لك الواجهة دي. هتاخد الكود ده وتعمل له نسخ عشان هنحتاجه في السيرفر والتسجيل. وبعد ما نسخنا الكود هندوس داونلود اللعبة او السيرفر المطورين، وبعد ما يحمل ويخلص تحميل هنفتح السيرفر وهنشوف مع بعض هنسجل ازاي. اول ما يفتح كده دي واجهة السيرفر يا جدعان، اول واجهة اللي هتنزل قريبا جدا جدا، وننتظر كده لغاية لما تفتح معانا وهتجيب لك الواجهة دي. هتحط عند رمز المفتاح ده الكود اللي احنا نسخناه من الموقع يا جدعان، وبعدها نروح للحدث اللي هناخد منه جواهر وحاجات مجانا يا جدعان، هنحولها للحساب الرئيسي وليس في صرف المطورين. الحدث ده يا جدعان هيديك جوائز وجواهر مجانا للجميع اللي هيدخل على السيرفر. كل عليك هتدوس الذهاب هنا وتحط معاك الاي دي في المكان ده، هتخليه هنا، وبعد كده هتعمل استبيان، وبعد ما تخلص استبيان هيجيلك الواجهة دي. بس كده هيكون انت شاركت في المسابقة او في الحصول على الجوائز القيمة يا جدعان. سكنات نادرة واغلبية بيقول هينزل جواهر برضو يا جدعان. يلا بينا نشوف الاضافات. واول اضافة معانا ودي الشخصية الجديدة اللي نزلت في اللعبة، شخصية اوسكار. الشخصية دي مهمتها هنشوفها مع بعض دلوقتي. هي عاملة زي تاتسويا اللي هي بتجري دي يا شباب زي ما انتم شايفين، ولكن بتدمج لو حد ورا التلجة بتدمج التلجة وبتدمج العدو زي ما انت شايف كده، نفس المهارة ولكن بالإضافة للدمج. ودي ساحة الانتظار رجعت تاني للساحة الوحشة دي يا جدعان اللي محدش بيحبها الصراحة. وكمان رجعت المنطقة القديمة الريد ديم زي ما انتوا شايفين كده بعد ما كانت قرية ناروتو. وكمان شالوا اضافات ورجعت كلوك تاور للقديمة يا جدعان، وشالوا الاضافات بتاعة الحدث التزيين بتاع كلوك تاور. لو كمان يا جدعان نزل الجمل ده يا جدعان شكله اسطورة يا جدعان، جمل في لعبة فري فاير اخيرا عملوا حاجة للعرب يا شباب. وكمان غيروا اماكن جميع المستودعات في اللعبة، يعني ما كنتش هتعرف المستودع في مكانه الرئيسي. وكمان الالغام زي ما انت شايف كده الى ما لا نهاية، يعني اللغم هتستخدمه مرة ويرجع يحمل تاني مش هيخلص من معاك خالص زي ما انت شايف كده، زي الشخصيات لما تحمل. وبرضو اللانشبات برضو وجميع الاشياء اللي هتلاقيها من دي مش هتنتهي منك، هتحمل مرة اخرى. والاضافات دي برضو مفيدة جدا جدا ان انت ممكن تكتشف اماكن العدو حواليك، ودي نزلت برضو بس في شكل قديم. وبرضو في ميزة تانية ان هي ممكن تديك فطر لا نهائي زي ما هنشوف مع بعض كده. تديك ترمي فطر في كل مكان، فطر سرعة وفطر دم، كل حاجة في اللعبة يا جدعان بتديك كده ما بتسكتش، تفضل توزع. وكمان تقدر تكون الملك في اللعبة والناس تعرف مكانك ويعملوا لك يافطة باسمك. ودي كانت أبرز الإضافات وبس كده، سلام.